السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فرخة محشية بالفريك، ومعاها طاجن فريك بالكبد والقوانص وملوخية وبتنجان مخلل. طبعا جبنا الفرخة وغسلناها كويس جدا ونقعناها، ودي كوبايتين زبادي هنحط عليهم معلقة خل على ليمون، ودي معلقة كركم ومعلقة كاري وملح وفلفل وكزبرة ناشفة، ودي معلقة عسل أبيض، وهنقلبهم كويس جدا، وهنحط حوالي معلقة زيت، وطبعا الملح حسب كمية الفراخ طبعا. وهنقلب كويس جدا، وبعد كده هنتبل الفرخة وهنتبل الكبد والقوانص من نفس التتبيلة، وانا سبتها في التلاجة ليلة كاملة. طبعا لو عايزة تعملي العدد بقى الفراخ اللي انت عايزة تعمليه، بس الفرخة تكون صغيرة عشان تستوي سوا كويس. طبعا تبلناها بقى، وبعد كده هنعمل بقى الفريك. طبعا ده حوالي كيلو الا ربع فريك. معلقة سمنة على زيت، وشوحنا البصلة، خليناها تدبل حاجة بسيطة، وحطيت عليها رشة سكر، وبعد كده هنزل بفلفل رومي و3 فصوص توم مفرومين. دي رشة السكر طبعا، وده الفلفل والثوم، حاجة بسيطة كده بس. بعد كده هنزل بالفريك، وهفضل اقلب حوالي 5 دقايق كده عشان ياخد المادة الدهنية الفريك عشان يبقى مفلفل. هنقلب كويس جدا طبعا حوالي من 5 ل7 دقايق. وبعد كده طبعا هكون مجهزة حوالي كوبايتين عصير طماطم. مفيش مشكلة لو مش متسبك، مفيش اي مشكلة، مسبك غير مسبك عادي. ملح وفلفل وكمون ومكعبين مرق. طبعا هنفضل نقلب شوية كده، وبعد كده هديله المية، او هسويه نص سوا، عشان النص التاني هيكمل سواه في الطاجن بتاع الكبد والقوانص، وهيستوي في الفرخة لما ندخلها الفرن. دي رشة بابريكا، واللي عايز يحط شطة طبعا حسب الرغبة. هتسيبها على النار كده حوالي كده يعني تلت ساعة، وبعد كده طفيت وهجيب بقى الفرخة احشيها. هجيب بقى الفرخة بقى هحشيها، وبعد ما احشيها طبعا هفضي الباقي في الطاجن. مش محتاجة خلة يعني، احنا هكتف الفرخة عادي يعني. طبعا الفرخة بقى هحطها في الفرن، وتحتيها صينية فيها حوالي كوبايتين مية وورق لورا، وهسيب الفرخة اول ربع ساعة، هسيبها على درجة حرارة 200. بعد كده هوطي بقية الساعة اللي فاضلة او ساعة وربع، هسيبها بقى على درجة حرارة 150. طبعا بقى فضيت بقية الفريك في الطاجن، وحطيت الكبد والقوانص على الوش، وهسيبها في الفرن يعني لمدة ساعة الا ربع، وحطيتها برضو في الفرن بس. بعد كده بقى هخلي البتنجان، وهعمل شوية ملوخية. البتنجان بقى فلفل مفروم احمر وليمون على خل وكمون وكزبرة وملح بس، والفلفل ده مسلوق، والبتنجان الاسود ده مسلوق عادي. وتحطي رشة سكر عشان التوم بس ما يتعبش المعدة.
رشة سكر بسيطة، ودي حوالي معلقة زيت. يبقى تخليل البتنجان، فلفل احمر، ملح، كمون، كزبرة، خل على ليمون، حوالي فنجان، ورشة سكر. وده شكله بعد ما خللته. هنعمل الملوخية، ودي الفرخة لما ابتدت تخش في السوا. هي قعدت ساعة وربع. دي طبعا ملوخية كانت عندي في الفريزر، خرجتها وهي بتلجها، واديتها المية ومكعبين مرقة ورشة ومعلقة كركم ومعلقة كاري ومعلقة كزبرة ناشفة. انا عمري ما عملت الملوخية بشوربة، وبحاول على قد ما اقدر اصلا ما اسلقش الفراخ، تملي بعمل الفراخ في الفرن. حتى اللحمة كمان ما تحاوليش تعملي شوربة يعني غير في الفتة بس. رفعها على النار بقى، هنفرم بقى واحدة فلفل رومي وواحدة فلفل حامي وكزبرة خضرة وتوم وكزبرة وملح، بتفرميهم مع بعض. بعد ما تفرميهم بقى تكوني محضرة الطاسة عشان تطشي الملوخية. تحط لها بقى ايه معلقة سمنة و3 معالق زيت، وتروحي حاطة بقى ورشة سكر تنزلي بيها عشان برضو ما تبقاش حامية. وبعد كده بقى خلاص بتروحي بقى حاطة الملوخية وخلاص. احلى ملوخية على فكرة اللي ما بتتعملش بشوربة. ما تحكموش عليها غير لما تجربوها، وبتبقى عمرها اطول وبتبقى صحية. وده الاكل بعد ما خلص. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.